مدينة فعلا تحس فيها بالسلام الداخلي، هدوء في كل مكان، مفيش أي حد بيزعجك. زي ما انتم شايفين كده، شكل المباني جميلة، شكل الشوارع، الحمام بيطير قدامك، خضار في كل مكان، الشوارع نظيفة. احنا دلوقتي بنتمشى مع بعض في مدينة وارسو عشان نكتشف شكل الشوارع والطبيعة الموجودة في كل مكان. خضار زي ما احنا شايفين كده، جميل جدا، البلد مبهجة وجميلة وطبيعة حوالينا في كل مكان. بنتمشى عشان نوصل لواحد من أهم الأماكن السياحية في مدينة وارسو، وهي النافورة الراقصة. بتعمل عروض وحاجات جميلة جدا، والناس بتيجي تقعد هنا وتستمتع بالأجواء. أكتر حاجة بحب أعملها إن أنا أقعد على كافيه كده حلو، أشرب اسبريسو وأستمتع بالأجواء الطبيعية الموجودة دي بالدنيا كلها. والبلد هنا كمان رخيصة جدا. بص بقى، احنا دلوقتي واقفين قدام واحد من اقدم واشهر المعالم في مدينة وارسو، اسمه باربيكان. الحتة دي كانت زمان جزء من سور ضخم بيحاوط المدينة القديمة عشان يحميها من اي غزو. يعني نقدر نقول كده انه كان خط الدفاع الاول لاي حد بيفكر يقرب. اتبنى في القرن ال16، ومن وقتها وهو شاهد على تاريخ كتير، حروب، دمار، وبعدها اعادة بناء في الحرب العالمية الثانية. اتدمر تقريبا كليا، لكن البولنديين قرروا اللي هو يرجع زي ما كان بالعند في اي حاجة تانية. ودلوقتي بقى ممشى سياحي بياخدوا صور ويشموا ريحة التاريخ اللي طالعة من كل حيطة فيه. لو جيت وارسو لازم تعدي من هنا، مش بس عشان تتصور، عشان تحس بريحة العظمة.